نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إخواني الكرام ومشاهدون الكرام، فيطيب لي هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة شيخنا محمد النورستاني في محاضرة قيمة بعنوان حقيقة التوحيد وأثره على المسلم. ولا أطيل عليكم الكلام، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أشكر الإخوة في الفلبين لترتيبهم هذا اللقاء، ونسأل الله أن يكون لقاء مباركا، ونسأل الله أن يكون فيه نفع لي وللمشاهدين. آمين. وأشير هنا إلى أنه يجب أن نشكر نعم الله عز وجل، ونعمه علينا كثيرة جدا، منها تيسيره لسبل الاستفادة والتعلم. أنا أتحدث إليكم من بكرة تبعد عنكم 5 ساعات من حيث التوقيت، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ويجب أن نستغل هذه الوسائل، ويجب أن نملأها بذكر الله عز وجل، وبالدعوة إليه، وبالدعوة إلى سبيله، وبالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فأشكر المنصة السلفية الفلبينية وبمن تعاونوا معهم قناة نداء الإسلام، ونحمد الله عز وجل على هذا كله. ثانيا، هذا الموضوع موضوع مهم لأنه أساس الإسلام والدين، فأساس هذا الدين وجميع الأديان، جميع الرسالات السماوية السابقة، أساسها على التوحيد، على توحيد الله عز وجل. والله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله أمينا على وحيه وحجة على عباده، وهو صلى الله عليه وسلم رحمته المهداة إلى العالمين، ونعمته التي أتمها على أتباعه من المؤمنين. الله عز وجل أرسل رسوله على حين فترة من الرسل، ودروس من الكتب، وطموس من السبل، بعثه الله، وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء، ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلمات. فحاجتهم إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فوق جميع الحاجات، وضرورتهم إليها مقدمة على جميع الضرورات، فإنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم، ولا لذة، ولا سرور، ولا أمان، ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها، تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته سبحانه.
وأساس دعوة الرسل معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الرسل الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرسلوا بثلاثة أصول. الأصل الأول معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأصل الثاني تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، والطريق الموصلة إلى الله عز وجل هي شريعته التي تتضمن أمره ونهيه. والأصل الثالث تعريف السالكين وتعريف المخلوقين وتعريف الناس ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع، وتعريف من لم يرضى لنفسه إلا الكفر تعريفه بمصيره الذي ينتظره هناك. ونسأل الله أن نكون من الصنف الأول الذي ينتظره نعيم الجنة بما فيه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الأصول الثلاثة أساسها الأصل الأول معرفة الله سبحانه وصفاته وأفعاله، والأصلان الآخران تابعان له ومبنيان عليه. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعوا الطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله عز وجل ما أنزل على رسوله سماه روحا وسماه نورا. لماذا سماه روحا؟ لأن الحياة الحقيقية متوقفة عليه. ولماذا سماه نورا؟ لأن الهداية متوقفة عليه. يقول الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ويقول الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله عز وجل سمى كتابه روحا في موضعين من كتابه. ويقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هنا ذكر الله عز وجل أن كتابه روح ونور بالاعتبارين اللذين ذكرناهما. فلا روح إلا فيما جاء به ولا نور إلا في الاستضاءة به، فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم الصحيح وبالعمل الصالح. فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا يقبل الله من أحد دينا يدينه به إلا أن يكون موافقا لدينه. وقد نزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به عباده المخلصون، كما سيأتي في حديثنا عن توحيد الأسماء والصفات. قدمت بهذه المقدمة لأبين أن معرفة التوحيد لا تكون إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتحدث عن أساس هذا الدين، ومعرفة هذا الأساس لا تكون إلا بالوحي من الكتاب والسنة. ولا يجوز أن نلتفت إلى غير الوحي في تحديد معنى التوحيد وفي تحديد حقائق التوحيد وفي تحديد معرفة التوحيد بأنواعه. لا يجوز، لأن الله عز وجل
أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا ليعرفنا بنفسه المقدسة الكريمة. وتعريف التوحيد الذي سأذكره وأنواع التوحيد التي سأذكرها كل ذلك مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نخرج في ذلك في شيء مما سنذكره، لأن كما قلنا هذا أساس هذا الدين، ولا يجوز أن نتلقاه من غير الكتاب والسنة. ونحن في هذا على الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. التوحيد في اصطلاح الشرع هو الاعتقاد الجازم بوجود الله عز وجل، وأنه سبحانه رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة ويجب إفراده بأنواع العبادات، وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، فلا يستحق صفات الكمال كلها على كمالها وتمامها إلا هو سبحانه، وليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبتحقيق التوحيد كما ذكرته يتحقق الإيمان بالله عز وجل، ولا يتحقق الإيمان بالله عز وجل إلا بتحقيق التوحيد. في تعريفنا للتوحيد أشرنا إلى 3 أنواع من أنواعه. التعريف الذي ذكرته يتضمن ذكر أنواع التوحيد. التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. هناك تقسيمات عديدة للتوحيد باعتبارات عديدة. التقسيم الذي أذكره هو التقسيم الثلاثي، وهو معروف عند أهل السنة والجماعة. هناك تقسيم آخر هو تقسيم ثنائي بالنظر إلى حق الله عز وجل، وبالنظر إلى ما يجب على العبد. بالنظر إلى ما يجب على العبد يجب عليه أن يفرد الله عز وجل بحقه، وهو عبادته وحده لا شريك له. وبالنظر إلى الله عز وجل يجب أن نعتقد ونؤمن بربوبيته وما يستحقه من الأسماء والصفات. ولكن التعريف الذي أذكره، التقسيم الذي أذكره هو تقسيم ثلاثي. فأول أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو الإيمان بربوبية الله سبحانه والإقرار الجازم بأنه وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق للعالم المدبر المحيي المميت، وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. هذا توحيد الربوبية. وأدلة الإيمان وأدلة توحيد الربوبية في القرآن كثيرة ومتنوعة تدل على تفرد الله عز وجل بالربوبية على خلقه أجمعين. فكل نص ورد فيه اسم الرب أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية كالخلق والرزق والملك والتقدير والتدبير وغيرها وهو من أدلة الربوبية، كقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن جميع صفات الكمال على كمالها وتمامها لا يستحقها إلا من هو رب العالمين. والربوبية من معانيها التربية، والتربية هي التدرج في مدارج الكمال للذي تربيه، والله عز وجل هو رب العالمين.
ويقول سبحانه ألا له الخلق والأمر، ويقول سبحانه قل من بيده ملكوت كل شيء والملكوت هو الملك. والله عز وجل أمر العباد بالنظر والتفكر في آيات الله الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية ليستدل بها على ربوبيته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ذكر الله عز وجل هذه الآية في معرض حديثه عن الدعوة إليه. فمن سبل الدعوة إلى الله عز وجل النظر في آياته المشاهدة، فآياته المشاهدة هي هذا الكون بأجزائه العلوية والسفلية، وكل ما تراه فهو آية تدلك على من خلقها. الله عز وجل هو الخالق المدبر لهذا الكون. والرب هو المالك. يقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ويقول الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ويقول سبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والرب هو الخالق البارئ المصور. يقول سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور فلا خالق سواه، وهو الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته المصور لخلقه كيف شاء وكيف يشاء. والرب هو المبدئ المعيد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي ابتدأ الأشياء كلها فأوجدها. هو الأول الذي ليس قبله شيء ثم هو يعيدها سبحانه. والرب هو المحيي والمميت، وهو الذي أحيا بأن خلق فيهم الحياة، وهو الذي خلق الموت كما خلق الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول سبحانه لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. والرب هو النافع الضار. يقول سبحانه وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. ويقول سبحانه قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. والرب سبحانه هو المعطي المانع، كما يقول سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في دعائه بعد الفراغ من الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والرب هو المدبر لأمر هذا الكون ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ويقول ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الرب هو الخالق الرازق القوي القدير. قل الله خالق كل شيء هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله على كل شيء قدير. هذا هو توحيد الربوبية. فجميع معاني الربوبية من الخلق والرزق والملك والتدبير وغيرها اعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل منفرد بها. أشير هنا إلى علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية وأثره على المسلم. أنا أذكر هذا قبل أن أذكر توحيد الألوهية لأن هناك علاقة وطيدة بين نوعي التوحيد بل بين جميع أنواع التوحيد. والتذكير بهذه الأنواع يجعلنا راسخين في حقائق أنواع التوحيد أولا وفي علاقة بعضها ببعض ثانيا. العبد إذا أقر بانفراد الرب سبحانه بالخلق والحكم وشهد بذلك فإن ذلك يقوده إلى تحقيق توحيد الإلهي. يذكر العلماء في علاقة أنواع التوحيد بعضها ببعض
أن توحيد الألوهية، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وأنا هنا أشرح كيف أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فمن أقر بانفراد الرب سبحانه بالخلق والحكم وشهد بذلك، فإن ذلك يقوده إلى تحقيق توحيد الإلهية، فإن الأمرين متلازمان. فمن أقر لله سبحانه وتعالى بالربوبية لزمه أن يقر له بالإلهية. وبيان ذلك أن من أثبت لله خصائص الربوبية واعتقد بأن الله عز وجل منفرد بذلك، وهذا هو الذي يجب، يعتقد بانفراد الله عز وجل بخصائص الربوبية من الخلق والإحياء والإماتة والنفع والضر والإسعاد والإشقاء. إذا اعتقد ذلك استسلم لله سبحانه في كل شيء، وبذلك يعلم أن ما أصابه فمن الله ولم يكن ليخطئه، وأنه إذا دخل الجنة فبتوفيق الله عز وجل وفضله، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، وإذا دخل النار فبحكمته وعدله، ونسأل الله أن لا نكون منهم. وكل ذلك قدره الله سبحانه. فإذا علم العبد ذلك واستيقن بذلك وجزم بذلك وشهد بذلك ورسخ إيمانه بذلك، لجأ إلى خالقه وحده ليستعين به في جلب المنافع ودفع المضار، وليستهديه الصراط المستقيم، فيورث ذلك محبة عظيمة في قلب العبد لربه سبحانه، ويقدم محاب ربه على كل شيء، ويورثه ذلك الخوف من الله عز وجل وتعظيمه وتوقيره. وهذا كله من آثار توحيد الربوبية. فالرسوخ في توحيد الألوهية يأتي من الرسوخ في توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية باب لتوحيد الألوهية. وهذا النوع وهو توحيد الربوبية لا يصح إيمان أحد إلا به، كما هو حال جميع أقسام التوحيد، ولكن الإقرار به وحده دون الإتيان بلازمه وهو توحيد الألوهية لا يكفي للإيمان والإسلام والنجاة. وهذا النوع من التوحيد لم ينكره من حيث الجملة على مدى التاريخ إلا شواذ من البشر تظاهروا بإنكار الرب سبحانه وتعالى مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم، وكان إنكارهم له إنما هو من باب المكابرة، كما ذكر سبحانه عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم جحدوا بربوبية الله عز وجل وبوجوده، ولكن أنفسهم مستيقنة بوجوده سبحانه وبربوبيته. طيب لماذا جحدوا؟ يذكر الله عز وجل أنهم جحدوا ذلك علوا واستكبارا. وقد كثر منكروه في الأعصار المتأخرة مع انتشار الشيوعية والصهيونية، وكثر لأجله الإلحاد، وله أسباب كثيرة تحتاج من المؤمن والمؤمنة التيقظ لها ومواجهتها بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة. هذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. وبما أن الوقت الآن قصير والأذان عندنا في دولة الكويت حرسها الله، موعد الأذان قريب، فأنا أستأذن الإخوة في إنهاء هذه المحاضرة، وبإذن الله سنستكمل المحاضرة بنفس العنوان، وأرجو أن تكون هناك أيضا محاضرة أخرى، ويشرفني أن أقدمها بعنوان أهمية التوحيد. ونسأل الله أن يجعلنا من الموحدين وممن رسخ التوحيد في نفوسهم
ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من الدعاة إليه وإلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال الحسن، ونسأل الله أن يتوفانا مسلمين وأن يدخلنا الجنة مع الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا، ونشكرك على حسن استجابتكم، سائلين المولى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ورضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله شيخنا في لقاء آخر. وللإخوة المشاهدين لضيق المقام ولاختلاف الأوقات، فإن الشيخ إن شاء الله يستأذنكم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه ويوفقنا جميعا لما يحب الله ويرضى، ويثبتنا على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم شيخنا، ونفع الله بكم، ورفع الله قدركم. إن شاء الله نراكم على خير، وفي لقاء آخر إن شاء الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.